اكتر مشكله ممكن تقابلك وانت بتشتري ارضيات سواء سيراميك او بورسلين الجوده بتاعه الخام والمشاكل اللي ممكن تظهر منك بعدين اثناء التركيب عشان ما استلمتش كويس. عشان كده قلنا كذا مره لو هتجيب هات من حد مضمون، اغلى شويه ومعاك انا عارف، بس على الاقل لو ظهرت مشكله تقدر تعمل طلب استرجاع للمنتج بالكامل بدون اي نقاش او مبررات. فعشان كده بنقول لو البادجت معاك تسمح ومش فارق معاك الفلوس قوي مقابل المنتج او الخدمه اللي هتحصل عليها، عندك معارض زي السلاب ومحبوب واللي بعدهم ابو الدهب وابو المذاهب وابو المزاحف وكمان مظلوم. طيب لو عايز توفر اكتر وتشتري من مكان غير دول خالص، روح اي معرض من دول وصور البلاطه او السيراميك اللي عاجبك وخد الكود بتاعه واطلع بالكود ده على المصنع نفسه اللي مصنع البلاطه، هتقدر تجيبها ارخص واوفر وبفرق محترم، بالذات لو بتشتري كميات هتفرق معاك جدا وهتوفر كتير. طيب لو الدنيا واقعه معاك خالص فارق معاك الجنيه، ممكن تروح سوق المهاجرين في عزبه النخل او سوق ترسا في الهرم، وكمان ممكن تنزل الفجال في المنطقه اللي بيتباع فيها السيراميك، بالذات لو عندك سيراميك قديم وحصل عندك مشكله ومحتاج تجيب جزء منه بس عشان خاطر تعالج المشكله دي. هناك هتلاقي السيراميك القديم اللي عدى عليه زمن ومش هتلاقيه في المعارض الكبيره لان التصميم بتاعه قدم وبطلوا يبيعوه. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده، سلام.